في البداية آيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. ضيوفنا الكرام، في مبادرة طريق مكة نجسد لكم التزام المملكة بتيسير إجراءات الحجاج منذ مغادرتهم لدولهم وحتى وصولهم إلى مقر السكن المعد لهم في المملكة العربية السعودية. حفلنا الكريم الآن الكلمة لمعالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف فضيلة الدكتور محمد شهيم علي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ديهراج عزت رئيس الجمهورية دكتور محمد مويز، رئيس الجمهورية أمي كمالون مدام ساجدة محمد، سعودي عربية داخلي وزير ادوائزر أدي مكة روت كوميتي chairman ليفتيننت جنرال سليمان بن عبد العزيز يحيى، سعودي عربية إم ودان تبي إمها عزتري بيفلون ديهراجية وزير مجليوجي عزتري ممبرنا مي جلسة ودان تبي إمها عزترين جلسة دورا قاتم باللوم جندوا إمها بيفلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آده ميدكي أقول منا ورا تاريخي دوه حج ديوموجي مغا فسيه كموجي تاريخي صفحة إترو جندا دوه ميها حسابا أقول منا واصله فمتبي من الله جه رحمة فلون أقول من عزت الرئيس الجمهورية دكتور محمد مويز إس نعوائعن فتوي مسكة بولوجي سببون كان ميادو أقول حام كلهم بينهم. عزت الرئيس دكتور محمد مويز بريكما حوالي وداين دوم فيشين ديراجية حجوجي نظام هردناكو حجورينا لوي فسيه going هودو متكاي أمانك فانوغ زعامتوغا ورقينا مسكة تفتوي أدي كوتاعة ترتيب دماغ في مسألة حل كره مشا ألين حجت دا ميهونا إسكان ديفو مشا أمورون دوس في ميهونا حجت ديوموغا مغو تنوس كود ديفو مشا أدي مفدا كتام كم حجوجي نظام كتير ميدواني حل كريف مع الله جه رحمة فلون إمان فانوغ زعامتوغا ميد هلويجي ميدا صفاي كيمي إمان فانو مي فتوي
digu daturge ufaveri duwahekkamuga nuninwan izati rais mikamuga devi ebbaru levuma adi amdu makka route tanfiz korowa mattaka raisu jumhuriya behettevi gayakkama devi ebbarlu mattaka islami kantitaka behe wuzarage namuga adi algon gamil namuga rais wara khas shukure ariskuran izatiri mehmanu izati raisu jumhuriya makka route ga bari veveni waragina sharutake ega oygen adi mihatana mi fursat libifawanives etan haas hajjuweren egawmtaka nisbeva gawmta Malaysia, Indonesia, Pakistan, Turkey agunga maulumat kukkam ganwanama miga himene kamen ei vihi haas hajjuweren madwegen tibun egawmegga ekam kalgon mennaki adi hisab deven dohen wasenge ennames dive rajya miga himene famiwani ehen gawmtaka yakuga kureve muamalat takon istisna ko evves agreement neti izati raisu jumhuriya aisha dive rajyage lobeti rayetunna Saudi Arabia in devi khas hadiyage gotuga enkaw mi fursatuga izati raisa agon marhaba dannawa dive rajyage lobeti rayetunna vesagon marhaba dannawa makka route munmu agon menna warang a wahake kam mikan vedan mige mi wani kinetto ade dive rajyage lobeti hajjuwerin mige bari vevunima makka gos jiddage airport ga madukuran jehe jehuma nimun miyai irad koreviyam passport ge stamp jehumasha adi luggage neguma airport ga madukura kan nujehen miga miwa gotun hajjuweriya hunna thana mi befulunge kamabe idarain enage luggage gengos ten ena un hotel adi airport faba gota bahan aragen get dambi airport ga madukura kan nujehen immigration ga madukura kan nujehen hajjuwerinna jiddage airportun rasmi ko arrival ga marhaba wiskiyan ehen kam agon menna milibun fursate ki mang Allah ge rahme fulun warat tarihi rangol fursate mika mattaka algon Saudi Arabia ge raskefana shah wali ahad Muhammad bin Salman war khas ko agon me shukr danna meduge me jalsa ki Saudi Arabia ge befulun ge intizam ge terem baba jalsa ekam algon arabi bahon detin bahe danna wala na e befulun ge sharfataka bismillahir rahmanir rahim فخامة السيد الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف السيدة الأولى ساجدة محمد زوجة فخامة الرئيس الدكتور محمد معز معالي الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى مستشار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس اللجنة الإشرافية على مبادرة طريق مكة أصحاب المعالي والسعادة أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسعدني بأن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس الدكتور محمد معز والسيدة الأولى ساجدة محمد على مشاركتهما في حفل تدشين مبادرة طريق مكة في جمهورية المالديف كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى معالي الفريق الأستاذ سليمان بن عبد العزيز اليحيى مستشار صاحب السمو وزير الداخلية ورئيس اللجنة الإشرافية على مبادرة طريق مكة على زيارته لجمهورية المالديف لتدشين مبادرة طريق مكة لحجاج جمهورية المالديف. أرحب بمعاليكم والوفد المرافق لمعاليكم وأقول مرحبا بمن أتانا أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا. جمهورية المالديف بلدكم الثاني معاليكم. أيها الإخوة والأخوات، إن في هذه المناسبة التاريخية يسعدني ويشرفني أن أعبر عن بالغ اعتزازنا وفخرنا بتدشين مبادرة طريق مكة على أرض المالديف، والتي تجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين المالديف والمملكة العربية السعودية. إن مبادرة طريق مكة التي أطلقت لها المملكة مشكورة تمثل خطوة رائدة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل الإجراءات المرتبطة برحلة الحج منذ لحظة المغادرة في تجربة استثنائية تعبر عن مدى اهتمام المملكة براحة ضيوف الرحمن وحرصها على سلامتهم وكرامتهم. ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والإرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية حفظهم الله على هذه المبادرة الكريمة وعلى ما يبذلانه من جهود عظيمة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين وفي سبيل خدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما وزوارهما. كما نعرب عن تقديرنا الكبير لوزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة ولكل الجهات السعودية المعنية على تعاونهم المثمر والمخلص في تنفيذ هذه المبادرة في بلدنا، وحرصهم على أن يتم ذلك بأعلى المعايير الفنية والتنظيمية. إن تدشين طريق مكة، مبادرة طريق مكة في المالديف، ليس مجرد مشروع تقني أو لوجستي، بل هو رسالة إنسانية وإيمانية تعكس عظمة خدمة الحرمين الشريفين وتجسد الروح الأخوة الإسلامية التي تجمع بين شعوبنا. وقبل الختام أكرر خالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس الدكتور محمد معز على مشاركته في تدشين هذه المبادرة في جمهورية المالديف ودعمه الكبير لتنفيذ هذه المبادرة المباركة في بلادنا. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن يجعلها في ميزان حسنات كل من ساهم فيها، وأن يعين حجاجنا الكرام على أداء مناسكهم بيسر وسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، الكلمة الآن لمعالي الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فخامة رئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد معز، أصحاب المعالي والسعادة الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحتفل هذا اليوم المبارك جميعا بتدشين ثمرة من ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف الشقيقة، والذي يعكس عمق الروابط الأخوية ويجسد تاريخا من التعاون الوثيق البناء، حيث يشهد هذا العام انطلاق مبادرة طريق مكة في جمهورية المالديف الشقيقة خدمة وتسهيلا لضيوف الرحمن. إن هذه المبادرة المباركة انعكاسا صادقا لرؤية السعودية 2030 بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، والذين يؤكدون على تقديم أعلى مستوى من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وبما ييسر رحلتهم ذهابا وعودة، وأيضا حرصهما الدائم على تسهيل رحلة ضيوف الرحمن. ونحن في هذا اليوم يا فخامة الرئيس نؤكد عبر مبادرة طريق مكة رسالتنا السامية تجاه ضيوف الرحمن وحرص بلدينا على التعاون في كل ما يعزز العلاقة ويزيد من أواصر الصداقة بينهما. فخامة الرئيس، إن انطلاق مبادرة طريق مكة سيمكن مستفيدي المبادرة في جمهورية المالديف الشقيقة من إنهاء حزمة من إجراءات السفر المؤتمتة إلكترونياً، بما يختصر على المستفيد الوقت والجهد في صالة المغادرة، وليكمل وجهته إلى المملكة العربية السعودية مفرغاً نفسه للعبادة والطاعة، وليسعد بلحظة الوصول دون عناء سواء في السفر أو عند إنهاء إجراءاته عند الوصول.
حيث يصل إلى مقر إقامته بكل يسر وسهولة. نشكر لفخامتكم ولصحبكم الكرام وللسيدة الأولى في مشاركتنا في هذا الحفل الذي الحقيقة أسعدنا وزادنا حماسا لأداء هذا العمل المبارك. فنشكر فخامتكم على ذلك، ونسأل الله العلي القدير أن يديم على المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف الشقيقة الأمن والاستقرار، وأن يمن على ضيوف الرحمن بأداء مناسكهم ويعيدهم إلى بلادهم بحج مبرور وسعي مشكور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، الآن الكلمة لفخامة رئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد معز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Your Excellency Sulaiman bin Abdulaziz Al Yahya, Advisor to His Royal Highness the Minister of Interior and Chairman of the Steering Committee of the Makkah Road Initiative, high-level delegation members from Kingdom of Saudi Arabia visiting for this inauguration, His Excellency Mr. Fahad Al-Dosari, Charge d'Affaires at the Royal Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia in the Maldives, Honorable Ministers, distinguished guests, beloved brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is with profound gratitude and heartfelt joy that we mark a truly historic and spiritually significant occasion, the official launch of the Makkah Route Initiative in the Republic of Maldives. This moment is not merely a commencement of a new logistical arrangement. It is the unfolding of a sacred service, an act of grace that will ease and enrich the journey of our pilgrims as they embark on the most profound spiritual voyage of their lives, the Hajj. For the first time, the Maldivian pilgrims will benefit from this visionary initiative designed and generously extended by the Kingdom of Saudi Arabia under its far-sighted leadership. The Makkah Route Initiative, part of the Pilgrim Experience Program of Saudi Vision 2030, represents a transformative model for the facilitation of Hajj travel. It ensures that pilgrims from participating countries complete all necessary immigration, customs, and health procedures at their point of departure, in our case, Velana International Airport, allowing them to arrive in the kingdom and proceed directly to their accommodation with ease, comfort, and dignity. This historic inclusion of the Maldives in this global initiative is a profound testament to the depth of the brotherly relationship between our two brotherly nations and to the Kingdom of Saudi Arabia's unwavering dedication to the service of Islam and the Ummah. We are deeply honored and grateful to the custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdulaziz Al Saud, and to His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud for welcoming the Maldives into this distinguished initiative. Their stewardship in the Islamic world continues to set a high standard of generosity, unity, and service, not only in the sacred lands of Makkah and Medina, but also across the wider Islamic world. As the Quran so beautifully proclaims, and proclaim to the people the Hajj, they will come to you on foot and on every lean camel. They will come from every distant pass. Surah Al-Hajj, verse 27. Today, we are witnessing the modernization of that eternal call, felicitated with excellence, foresight, and heartfelt care. I also extend our sincere appreciation to the Ministry of Hajj and Umrah, the Ministry of Interior, the Steering Committee of the Makkah Route Initiative, the Ministry of Islamic Affairs of Saudi Arabia, and the Royal Embassy of Saudi Arabia in the Maldives
for their relentless efforts, generous cooperation, and deep commitment to our shared faith and values. I would also like to commend the Ministry of Islamic Affairs of the Maldives, Maldives Immigration, Velana International Airport, and all local agencies that worked so closely with our Saudi counterparts to make this initiative a reality. We are particularly grateful for the high-level Saudi delegation that visited our shores in advance of the Hajj season. Their close coordination and meticulous planning ensured the successful operationalization of this complex but deeply impactful initiative. The government of Maldives remains fully committed to supporting our pilgrims. This year, for the first time, we have established a dedicated Hajj clinic in Saudi Arabia, equipped with emergency medical services, set up with the invaluable support of Saudi medical teams. Our Hajj mission arrived in the kingdom earlier this month to ensure the necessary arrangements are in place and to guarantee that every Maldivian pilgrim is well looked after throughout their journey. In this regard, it is noteworthy to highlight that from this year onwards, Maldivians will be utilizing the high-speed train services instead of buses between Makkah and Medina. Additionally, the Bank of Maldives has increased the international transaction limit for debit cards to USD 1,750, easing the financial concerns of our pilgrims during their time abroad. These measures are part of our broader commitment to ensure that the pilgrims are not only spiritually uplifted, but also they are secure and worry-free. Distinguished guests, brothers and sisters, the Makkah Route Initiative is more than an administrative reform. It is a reflection of shared purpose, a demonstration of Islamic unity, and a manifestation of the enduring partnership between the Maldives and the Kingdom of Saudi Arabia. It affirms the kingdom's central role in leading with compassion and foresight in the service of Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala bless the journey of all our pilgrims. May He accept their prayers, reward their sacrifices, and return them to us spiritually renewed, physically safe, and with hearts full of light. Let me once again express the Maldives' highest esteem and heartfelt gratitude to the leadership and people of the Kingdom of Saudi Arabia. We look forward to working even more closely with the custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdulaziz Al Saud, His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman, and the government of Saudi Arabia to deepen our ties, expand our cooperation, and together serve for the greater good of the Islamic world. I thank you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ضيوفنا الكرام، شكرا لكم، ونلتقيكم دائما على المحبة والإخاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.